يا دكتور يا ريت ترشحي لينا مكان مناسب وموثوق ناخد فيه كورس انجليزي، عشان اغلبيه اللي موجود نص وغير موثوق فيه. عايزين نوصل لمكان ممتاز نخرج منه بفايده كده. بس هقول لك على احسن مكان تخرج منه فعلا متعلم انجليزي صح ومن غير ما تدفع جنيه واحد. المكان ده هو يوتيوب. انا بجد مستغربه ازاي في ناس لحد النهارده بتسال تتعلم انجليزي منين ويوتيوب موجود. هو في حرفيا كل حاجه ممكن تحتاجها عشان تكون فلوينت. بص يا سيدي، هم 4 مهارات: قراءه، كتابه، استماع، تحدث. وهم 3 مستويات. هقول لك في كل مستوى 4 قنوات يحسنوا لك ال4 مهارات. ادي لكل مهاره منهم نص ساعه، بمحصله ساعتين كل يوم هيكونوا كافيين جدا ينقلوك للمستوى اللي بعده في خلال كام شهر. الموضوع مش معقد خالص والله، انت بس اللي محتاج تتراست ذا بروسيس. لو مستواك مبتدئ A1 او A2، قناه انجلش ادكت وذ مستر دينك هتطور مهاره الاستماع عندك وتعلمك كلمات اساسيه في اللغه بطريقه بسيطه وممتعه جدا. قناه انجلش كلاس 101 هتساعدك تطور مهاره المحادثه وهتعلمك القواعد الاساسيه عن طريق فيديوهات قصيره ومنظمه على حسب كل مستوى، وفيها كمان شرح صوتي وترجمه. قناه ليرن انجلش وذ بوب ذا كنديان هتطور مهاره المحادثه والاستماع عندك، بيتكلم ببطء وبوضوح وهتساعدك في فهم النطق الصحيح للجمل اليوميه. قناه BBC ليرنينج انجلش، انجلش ات ورك وانجلش ات موفيز هتطور الاستماع وتزود حصيله كلماتك وهتعلمك كلمات ومواقف من الحياه الواقعيه باسلوب ممتع جدا. لو مستواك متوسط B1 او B2، قناه سبيك انجلش وذ فانيسا هتطور مهاره المحادثه عن طريق تمارين عمليه للنطق والطلاقه وهتشجعك تتكلم بثقه. قناه انجلش وذ لوسي هتعلمك القواعد، المفردات والنطق البريطاني. قناه منظمه جدا وبتربط القواعد بالمواقف الحقيقيه. قناه BBC ليرنينج انجلش ذا انجلش وي سبيك هتعلمك تعابير الحياه اليوميه والايديوم عن طريق فيديوهات قصيره عن التعبيرات الشائعه عند المتحدثين الاصليين. لو مستواك متقدم C1، قناه تيد ED هتطور مهاره الاستماع وهتزود لك حصيله المفردات الاكاديميه عن طريق فيديوهات علميه وثقافيه بلغه متقدمه مع الترجمه. قناه BBC ايديز هتطور مهاره الاستماع والثقافه والتفكير النقدي عندك، وقناه ممتازه لتحسين فهمك للانجليزي الواقعي في مواضيع عميقه. قناه ريتشلز انجلش هتعلمك النطق الامريكي وهتحسن الاكسنت بتاعتك، هتعلمك مخارج الحروف الدقيقه واللهجه الامريكيه باحترافيه. بس خليك فاكر ان هدفنا مش الاكسنت ابدا، بس لما تلاقي نفسك بتنطق صح وبشكل يعجبك ده هيديك ثقه كبيره قوي في نفسك انك تتكلم. قناه ليرن انجلش وذ TV سيريز هتطور مهاره الاستماع وهتعلمك مفردات جديده وهتعلمك اللغه الانجليزيه من مشاهد في الافلام والمسلسلات بطريقه ترفيهيه ومفيده جدا. ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان اكيد هترجع تحتاجه، ولو جربت اي قنوات تانية وفرقت معاك ما تنساش تكتب اسمها في الكومنتس.